صدقني بعد ما هتبطل كوره والله ما حد هيعرف، والله بعد ما هتبطل كوره ولا ينفع اصلا. اولا اسلوبك في الاعلام ما ينفعش، غير مؤهل. يعني ان انت تقعد تحلل كده صعب جدا، مالكش، مفيش اعلامي، مفيش مدير كوره، مفيش مجلس اداره، انسى مدير فني، انسى اعلامي، انسى. طب ايه هتشتغل ايه بقى؟ محمود عبد الرازق هتشتغل ايه؟ حد يقول لي يا جماعه بجد، ممكن حد يقول لي بس يعني بوزيشن مثلا بعد ما يبطل هيبقى موجود ايه؟ تقعد في البيت. تعال انا بقى اقول لك يا مالط يا ابن المالط، هو هيشتغل ايه؟ قبل اي حاجه هيشتغلك انت. مش ايه يا ابو توكه انت يا راجل يا مالط، ولا بلاش راجل عشان كبير عليك راجل. بص يا ابراهيم سعيد، انت بص واحد من افلس ما تكون. انت راجل فلس، انت راجل عره، انت راجل هلس. لما تطلع تتكلم على الاسطوره التاريخيه لنادي الزمالك، والاسطوره التاريخيه للدوري المصري، تمام، وواحد من امتع وامهر لاعيبه الكره المصريه اللي جت في التاريخ، تما تقوم تقف له، تقوم تديله انتباه كده عشان تتكلم عليه، تمام. ده لما تيجي تتكلم على عمك شيكابالا، لما تيجي تتكلم على عمك شيكابالا اتكلم باسلوب انضف واحسن من كده. ده سيدك وتاج راسك، ده سيدك وتاج راسك، ده جزمته برقبه الف من عينتك. انت راجل ملط ابن ملط، مالكش اي عازه. قول لي ايه تاريخك الخرا اللي انت عملته؟ عملت ايه؟ لعبت لك سنتين هنا وسنتين هنا، على الله هو الراجل بكل ادب وبكل احترام 18 بطوله في نادي بيتحارب من كل العالم، من اعلام وصحافه وقلق جرايد ومجلات، والدنيا كلها، الدنيا كلها بتحارب الزمالك من زمان قوي، تمام. فانت لما تطلع بعد كده تتكلم على عمك شيكابالا، تتكلم بكل ادب واحترام.